السلام عليكم، معكم مريم ميري. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم ان شاء الله غندير واحد لي سندويش كيجيو زوينين بزاف. عندي هنايا 5 الكيسان ديال الطحين ديال العلبه، عندي البيضه، عندي هنايا الزبده، واحد 2 معالق كبار قطعتهم طريفات صغار، عندي الخميره العاديه، عندي خميره الخبز، عندي زويته بلديه ومليحه بطبيعه الحال، وكاس كبير ديال الحليب ضروري تدفيوه البنات، وغنذوبوا فيه الملح حتى هي. عاد ندوزو ان شاء الله نشوفوا الطريقه. الزبده ذوبتها في ميكرون، تقدروا تذوبوها في حمام مريم ماشي مشكل. غنديروا مليحه كيف ما كتشوفوا معايا، مليحه على حسب القياس، يعني القياس ديالكم. بالنسبه للطحينه البنات ديما يجمع لكم الطحين، يعني مثلا يجمع لكم الخليط، يعني تقدروا تحتاجوا الطحين بزاف، تقدروا تحتاجوا عي شويه ديال الطحين. هادشي اللي بغيت نوصل. اهم حاجه هو الفرص، غربلوه مزيان كيفيدكم كيعاونكم كيعطيكم الطوع. صافي هادشي اللي كاين. غندير كلشي في دقه واحده، وبعد غادي نجمع هذا الخليط. اسهل البنات فيما تشهاو ولي تشهاو وليداتكم غيجيكم ساهل ماهل انكم تجمعوا الخليط، يعني ما ياخذ لكمش الوقت نهائيا. صافي كتخدموا هذا الخليط بطراب ادوي ولا كتخدموا بيديكم، هذه كيرجع لكم يعني نتوما والاختيار ديالكم. هاد المره حاولت نصور غير بشويه متقله باش تعجبكم وتفهموا مزيان وتستافدوا، يعني ما يجيكمش الفيديو دايز بالزربه وما تحسوش به. صافي كتبداو تخلطوه مزيان او عي بيديكم، انا شي مرات كنخدموا عي بيديا. وصافي كنبقى نضيف الطحين وانا كنخدم وانا كنضيف حتى كنحس بالخليط ديالي تجمع. وصافي بقيتوه بيديكم غيجيكم مازال جاري، يعني مازال كيتلصق شي شويه ماشي مشكل. غادي تغطيو بابي سيلوفان ودخلوا الميكرووند او الفران يكون طافي وبارد، وتخليوه او غطيوه بشي مانطا فوق بوطاجين، كل واحد وشنو عنده في دارو. وصافي وتخليوها تخمر. عاد ندوزو ان شاء الله نشوفوا الطريقه باش اننا نطيبوه. هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نبقى بشويه بشويه تكمل الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو العجين ديالي، كنخدمو مزيان بهذه الطريقه هذه، يا بيديكم يا بالطرب ادوي كيرجع لكم الاختيار. صافي حتى كنكمل الطحين ديالي كامل ونحس بالعجينه انها مزيانه، يعني تجمعات ليا وعطاتني الضوء. صافي غادي نحبس من الطحين كيف ما كتلاحظوا معايا، ومن بعد غنقطع بابي سلوفان ونحطها على جنب. بعد ما غطيت العجينه ديالي واحد 10 دقائق كيف ما كتشوفوا معايا بالفوطه، من بعد ما عريتها شعل الفران 180 درجه من الفوق ومن التحت. ودابا غادي ندهنهم بصفار البيض وشويه الحليب او بيضه كامله وشويه الحليب، وذوقوا باش ما بغيتو من الفوق. هادو هما الشكل ديالنا. بالنسبه للعماره ديالنا البنات، عندي هنا ستر ديال الدجاج قطعته طريفات، عندي هنايا 2 بورويات كبارين مقطع على الشكل، واحد درس ديال الثومه، عندي هنا 3 الحاره، عندي لاموطار، الابزار، الملحه، زويته بلديه، وطبيعه الحال غندير دابا الابزار وغندير. كيف ما كتشوفوا معايا غتشحروا على هذا الشكل هذا، ما تزيدوا فيها حتى شي حاجه واحده اخرى فقط. من بعد صافي هادشي اللي كاين. نحاول ندير شويه الابزار مليحه، الخزويته بلديه، لاصوص هيا. صافي لا موطار دارونسوس، من الافضل ديروا دارونسوس احسن من المايونيز، كنحاول نمسح بها. دارونسوس كيجي زوين ماشي داك الدار الاخر، يكون دارو شويه يكون ثقيل. وغادي نحط واحد 2 كورنيش بعد ما طابت الساندويتش ديالنا. صافي دابا ندوزو ان شاء الله نعمرو. ما نقطعو على هذا الشكل هذا، نتوما تقطعوا على الشكل اللي يعجبكم.
صافي الكورنيشو هذيك لاصوص اللي كنت غندهن بها، ما غندهنش بها، زدتها مع داك الدجاج وخلطت كلشي بدقه واحده. صافي دابا غادي نبدا نعمرهم على هاد الشكل، تقدروا تعمروهم باش ما بغيتو كيجيو زوينين، كيحماقوا عليهم كبار وصغار. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين، كنتمنى تجربوهم ومرحبا بكم.